هذه ظواهر العلوم المرتبطة بالفنادق، السياحة السنوية، هذه تهدئ النفوس بالسياحة. ظواهر العلوم الطبيعية أشد تشوقا، أشد تعقيدا، أشد تركيبا. طبعا هم شرط الوكاله يقول لك ده فرح. وانا عايز اغير التعليم التقليدي اللي موجود في معظم المدارس باشكاله المختلفه، لان انا اللي بعمله ده حضرتك عباره عن منظومه معينه من ترتيب المعلومات وترتيب الافكار ورا بعضيها، بحيث ان الطالب يخزن المعلومه على ذاكره المدى الطويل، غير ان هو ما يبقاش عنده حاله احباط. يعني احنا النهارده مثلا واحنا واقفين علقنا انت في مطرب معانا النهارده شغال وانت قاعده جنبه، انا مش جايب رقاص، فاهم؟ الحمد لله عادي، احنا رايحين المركب كده. والله حضرتك هو الميوزك عامة بيستدعي بعض الهرمونات اللي موجودة حضرتك في الفص الأيمن والفص الأيسر الخاصة بانفعال الفرح، فكل ما يكون الطالب قاعد قدامي فرحان، كل ما يكون الطالب اللي قاعد قدامي عندي سعيد، مش حاسس بحالة إحباط، لأن دي مسألة تفكيرية. ده بيفرز هرمونات معينة بتساعده على حل أصعب المسائل، ومستخدمينها في بعض الدول الأوروبية بره. He has a great way to deliver the information to the students, and he has a good character. He makes between music and education, and I like this way.
أنا شايفة إن تجربة مستر عمر تجربة ناجحة جدا باختلاف عن باقي المدرسين. حاجة بتوفر لنا في الوقت، بتوفر العامل النفسي لينا من كتر الدروس والمذاكرة والضغوط اللي علينا، بتكون حاجة عامل النفسي بتاعها مش صح خالص. لكن تجربة مستر عمر بتخلينا نرفه نفسيا، بالإضافة إلى إن هو بيسهل لنا المعلومات جدا.